السيد أردوغان عمل بشكل قوي على أسلمة تركيا، ألغى قيد استخدام الكحول، فصل ما بين سكن طالبات الاختلاط، وبالإضافة إلى سمح للحجاب في المدارس، وأيضا سمح للصلاة في بعض الجهات شو الحكومية. المشكلة والله بها؟ أنا لا جريمة؟ مش جريمة. بدي اسالك بس خليني اكمل لك. مش جريمة يا دكتور، ولكنها مخالفة صريحة للدستور. بس خليني اسالك سؤال، بدي اسالك سؤال، يعني انتم يا سيدي المدافعون عن الديمقراطية الغربية والعلمانيين، يعني اسمح لي اقول لك، طب انا منين بدي اجيب لك هذه المنطقة العربية والإسلامية 99% منا أو 98% منا مسلمون ودينهم الإسلام؟ طيب يعني بكحش لك إياهم كلهم وبطردهم من المنطقة وبجيب لك شعوب علمانية على كيفك يعني؟ طيب يا أخي هذه ثقافتهم إسلامية، هؤلاء ثقافتهم عربية. تركيا بلد مسلم، 99% منه بلد مسلم. يعني هلا بتنتقد أردوغان وبتنتقد الأتراك لأنهم بيصلوا ولأنهم بيمارسوا دينهم الإسلامي؟ يعني إلى متى هذه الهجمة؟ كل هذه الهجمة الغربية على الإسلام وليس على الديمقراطية. طيب يا أخي أنت عم تقول أنه في تركيا يريدون أن يغيروا ويغيروا. مين اللي غير؟ غيرتها أصوات المقترعين، أصوات الناخبين.